من شهرين جت بنت مصرية ومعاها بنت أوغندية وبنت أثيوبية. التلاتة جم المكان اللي أنا شغال فيه وقاعدين بالصدفة في الموقع اللي أنا فيه. ف... فبتبص فبقول لها شكلك عربية؟ تقول لي اه انا مصرية يا اخويا. والله العظيم بنفس النص. والله ربنا يقويكي على الغربة والبهدلة اللي احنا فيها دي. تقول لي ولا بهدلة ولا حاجة، انا والله العظيم انا شغالة ب900 درهم هاوس كيبنج، وباكل 3 وجبات في مطعم يعني بتاع راجل مصري فري، وهي ماشية ببعتهم لعيالي والحمد لله على كده. والله ان ده حصل. قلت لها 900؟ ده انا كده بقى الواحد يفضل يقول الحمد لله من هنا للسنة الجاية. تقول لي احمد ربنا على اللي انت فيه. قلت لها طبعا حمده، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في ملء السماوات والارض. فقلت لها، بتقول لي ما قدامكش فرصة عمل؟ قلت لها والله يعلم ربنا انا مش عارف، يعني انا عايز اساعدك بس مش عارف اعمل ايه. بس كل اللي اقدر اعمله خدي ايه اللينكات والتليفونات بتاعة المكان. المكان يعني ما شاء الله الله اكبر حاجة كده، يعني 7 ستارز زي ما بيقولوا، 7 نجوم، حاجة مش 5 لا 7. المهم خدت اللينك. قلت لها ارمي السي في بتاعك وانت ونصيبك. فالبنات اللي كانوا معاها برضو رموا السيفيهات بتاعتهم على اللينك. يفوجئ بعد شهرين والله ان ده حصل. قاعد باكل في الكافتيريا اللي هي تبع الشغل بتاعي، بصيت لقيت اللي بتنده عليا ولابسه لبس المكان اللي انا فيه. بقول لها لا انت بتهزري. تقول لي روح يسترها معاك دنيا واخره. والله ان ده حصل. بقول لها بس يعني قولي لي انت جيتي ازاي، ولا ايه الدنيا اللي حصل، ولا ايه اللي حصل معاك؟ تقول لي والله قدمت انا والبنات اللي معايا، انا اللي قبلت والبنات اللي معايا ما قبلوش، مع ان في الانجليزي يعني بمشي نفسي يعني. قلت لها ده رزقك ورزق عيالك، فاللهم لك الحمد. يعني ربنا كرمها بمرتب كويس، بتاكل ال3 وجبات، ليها غرفة هي وواحدة بس، يعني 2 في غرفة، وشبه ان هما ما بيشوفوش بعض. مواصلات على حساب المكان، اليونيفورم غسيله وكويه على المكان. الحمد لله اللهم لك الحمد، ربنا جعلني سبب. فلما عملت الحاجة دي النهاردة وقعت في مكان، في موقف والله العظيم يشهد عليا ربنا ان انا كنت همشي بسبب الموقف ده. لقيت ناس والله العظيم مالية صلة بيهم غير واحد يعني في المجموعة دافع عني، دافع عني يعني، وخلص لي الموضوع بطريقته وكلامهم يعني، لحد ما الموضوع خلص بعد ما كنت فعلا ماشي بسبب الموقف ده. انا ليه بحكي لكم كده؟ سهلوها للناس عشان ربنا يسهلها لكم. واذكار الصباح والمساء. وفي حاجة مهمة قوي، اول ما تصحى الصبح وتصلي الفجر تقول سبحان الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات. ربنا هينجيك، والله ربنا هينجيك بفضل الله. الموقف بتاع النهارده وبفضل الحاجات اللي احنا بنسهلها للناس وعلى الناس ربنا سهلها لي. فزي ما بتعمل يا صاحبي هيتعمل. خلص الكلام. طبعا الناس هتدخل دلوقتي تقول لي عايزه اللينك. الشاطر في الانجليزي واللي معاه مؤهل عالي، الشاطر في الانجليزي ومعاه مؤهل عالي هديله اللينك وهو ونصيبه، مش هيدفع ولا مليم، هو ونصيبه. اعمل اللي عليك. بالتوفيق لكل الناس، وحبوا الخير لنفس لبعضيكوا يعني ما تحبش الخير لنفسك بس، لا، حب لاخيك كما تحب لنفسك. السلام عليكم.